السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله جاية لكم بفيديو جديد وروتين جديد. بصوا الروتين ده بقى يعني إيه؟ اللي هو يوم طبيعي جدا. ولاد خلعين في كل مكان، وخلعين الجواكت لما جم من المدرسة، والكتب في كل مكان، والدنيا عايزة شوية تظبيط كده بس من على الوش. يعني مش هنشيل حاجة ولا يعني الدنيا نظيفة بس بصوا عايزة يعني شوية ايه. نمشي شوية على السجاد بالمكنسة كده، او ممكن نفض الانتريهات. نفتح الشبابيك الشمس تدخل بس مش اكتر. انا شايفة ان الدنيا نظيفة بس عايزة شوية يعني تظبيط شوية صغيرين. نشيل مثلا اللي ولادنا عملوه مش اكتر، وننظف كده تنظيفة خفيفة. يعني مش الدنيا مش متكركبة قوي ولا هي متسخة قوي، فيبقى شوية شوية نظافة ايه يعني اللي بنسميهم من على الوش كده. فكنت محتاجة النهاردة بس يعني شوية النظافة دول خفاف خفاف كده. فيعني اتنشطت بقى وقمت عملتهم، فتحت للهوا يدخل ويغير هوا المكان. وبصوا زي ما قلت لكم بقى الكتب في كل مكان، اللي جاي من الدرس سايب كتب يعني في دخلته كده، واللي رايح سايب الجاكيت بتاعه. فكان كل حاجة عايزة بس تتلم مش اكتر وتتحط مكانها. وامشي زي كده يعني على الترابيزات مثلا، على الحاجة انفضها وامسحها مش اكتر، لان الدنيا نظيفة والارض نظيفة. بس محتاجة امشي بالمكنسة كده وخلاص يعني، والدنيا تبقى تمام التمام. فالنهاردة عملت كده بقى. حتى بصوا يعني حتى الشنط داخلين سايبينها مكانهم. فاليوم كان محتاج ترتيب اكتر ما كان محتاج تنظيف يعني. نرتب اللي سابوه او اللي عملوه اكتر يعني اكتر من مكان كان عايز تنظيف. وده اللي فعلا عملته النهارده، رتبت كده عشان يعني رتبت ودخلت كل حاجة مكانها عشان الدنيا تبدأ تتضح. ولفيت لفة صغيرة كده مع تغيير يعني هوا المكان. وبس ما كنتش محتاجة اكتر من كده النهاردة. كمان ادور زي ما قلت لكم بالمكنسة كده على السجاد، يعني ما شيلوش ولا اي حاجة. هو نظيف، انا يعني لسه منضفاه. فدور بس على السجاد مش اكتر. وده فعلا اللي انا عملته النهارده. فكان روتين كده سهل وبسيط. بس عايزه اقول لكم بقى وانا بشتغل كده يعني ما كانش الجو محتاج العبايه التقيله دي خالص. فبعد حتى ما خلصت يعني بعد ما خلصت توضيب البيت وكده، ما قدرتش اتحمل بقى ان انا ادخل بيها المطبخ بصراحه يعني. ف طلعت غيرت، لبست حاجة يعني اقدر اتحرك بيها في المطبخ، وكنت حرانة جدا فلسه عليها شوية يعني. لسه على يعني التقيل قوي ده شوية. بعد ما غيرت دخلت المطبخ بقى بحيث ان انا اتحرك براحتي. بصوا هنا لفيت على كل السجاد لفة خفيفة مش اكتر يعني. ان انا مثلا بقيت سامعه صوت يعني سامعه صوت الشفط مثلا. ده حاجه واقعه منهم ده كده بس. حاجات خفيفه مش اكتر، بس بقيت سامعه يعني سامعه صوت الحاجه وهي بتمشي في الماسوره. وانتي يعني ممكن ما تكونيش شايفاها او واخده بالك منها. فلا بقيت سامعه يعني. هي حاجات بسيطة جدا مش واخدة بالي منها، بس بسمعها يعني في خرطوم المكنسة كده وهو بيشفطها. بس ما كانش محتاج الدنيا اكتر من كده. الارض نظيفة هيت ما شاء الله يعني. ف ترتيب وروتين من على الوش كده اللي احنا بنسميه ايه. يلا لفة من على الوش، لان ما كنتش محتاجة اكتر من كده. فعملت كده بقى ولفيت من على الوش زي ما قلت لكم. كان ممكن اشيل السجاده اللي هي معلهاش حاجه دي، بس انا فضلت ان انا يعني اعملها بالمكنسه الاول. بحيث مثلا لو وبره المكنسه هتشفطها لي. فلو وبره يعني لو شلتها الوبره هتبقى ماسكه فيها، فحبيت ان انا ادور عليها بالمكنسه الاول. وبعدين رجعت شلتها، فقلت ايه هي ما عليهاش حاجه فاشيلها. وانا اكنس تحتها. بس اعملها بالمكنسه الاول قبل ما اشيلها. وجيت بقى برضو هنا عملت برضو دورت بالمكنسه كده.
فالدنيا بقت نظيفة. بصوا الشمس، يعني الشمس ما شاء الله داخلة على الانتريه، تخلي يعني ريحة فرشك كويسة قوي، والدنيا تحسيها كده نظيفة بالشمس اللي داخلة دي. بس خلاص يعني خلصت كده السجاد. دورت بقى انا على البيت كله، يعني كنسته. هنا بقى يعني كانوا برضو اللي داخل سايب الشوزات بتاعته يعني في المدخل كده، فحبيت ان انا برضو يعني انظمهم كده. هو ده يوم ايه تقولي عليه؟ يوم التنظيم، مش يوم التنظيف، يوم التنظيم. الدنيا كانت محتاجة تتنظم اكتر ما كانت محتاجة تتنظف. وبدأت بقى أكنس الأرض بالمقشة، يعني ما طلعتش يعني حاجات بسيطة جدا. وزي ما قلت لكم السجادة اللي عملتها بالمكنسة برضو شلتها، لأن هي سهلة، يعني سهلة عليا إن أنا أشيلها وكده. شلتها وكنست تحتها، ويعني كنست اللي أقدر أكنسه كده، والدنيا بقت نظيفة ما شاء الله وتمام التمام. فالنهاردة كان روتين خفيف كده، مش كل يوم يعني ما نقدرش على كده، يعني مش كل يوم همسك المساحة وامسح ومية، لا يعني ما فيش ست تقدر على كده. بس مثلا يعني مرة يوم مثلا همسح، اسيب مثلا المكان يومين او 3، وبعدين ادور بالمقشة يعني ما امسحش تاني وتمشي كده. لكن ما حدش طبعا يقدر يعني كل يوم لا مسح ولا كل يوم شيلي وحطي، لا يعني مرة مسح مرة تكنسي يعني وتمشي كده والدنيا تبقى نظيفة. انا برضو جبت السلم ده يعني من فوق كنسته برضو، فالدنيا بقت نظيفة وخلاص يعني كده. انا نظفت ومقتنعة بالتنظيف، مع اني ما مسحتش ولا اي حاجة. جيت انا هنا بقى، بصوا دي طرقة كده بتدخل على التواليت اللي هو تحت بتاع الضيوف. فالمراية دي حبيت ان انا امسحها، كان عليها عارفين اللي هو النقط السوداء والحاجات دي. فجبت منديل مش اكتر ودرت عليها كده مسحتها. وكمان الطرقة دي كانت عايزة بقى ايه، يعني امسح الجدران بتاعتها والزوايا والحاجات دي، وده فعلا اللي عملته. جبت اللي هي الممسحة بتاعت الجدران دي، انا عاملاها للجدران، وبدأت ادور عليها كده، بحيث بصوا هي اركان كده وزوايا، فكانت محتاجة تتنضف برضو ويجي كل اللي في الاركان فيها والجدران كده، فظبطتها بصراحة. هنا بقى زي ما قلت لكم في الاول، دخلت وغيرت العباية، لانها بصراحة حررتني جدا وخلاص يعني مش هقدر استحملها اكتر من كده. كان عندي كنت غاسله المواعين، بس بصوا اصعب بقى من غسيل المواعين هو ان انتي بعد ما غسلتي وخلاص وسبتيهم يصفوا، هتبدأي بقى تحطيهم في مكانهم، ودي برضو يعني شغلانه فوق الشغلانه. فبدأت بقى احطها كل حاجه في مكانها عشان ما احسش ان المطبخ متكركب. طول ما يعني انا ببقى حاساه متكركب، حتى لما يعني لو غسلت المواعين وحطيتهم كده يصفوا على الرخامه وسبتهم، ببقى برضو حاساه متكركب. احسه منظم امتى؟ لما يعني المواعين دي اشيلها وما يبقاش على الرخامه حاجه خالص. جيت بقى هنا انا عملت للولاد شويه عصير على بال ما رجعوا من المدرسه، وكنت محتاجة اغسل الرخامة. بصوا الفرشة دي جميلة جدا، جربوها، هي صغيرة كده بتنباع في باكج على بعضه، فجبتها فكانت حلوة قوي في غسيل الرخامة والمساحة الصغيرة دي. ورجعت كل حاجة زي ما هي. كنت بقى ما يلا خلاص جه وقت الغدا. بصوا يعني دي حاجة سهلة جدا، اللي هو اعملي كفتة وعينيها في الفريزر وطلعي سخني في الميكرويف. فدي حاجة بسيطة جدا وهتبقى سهلة عليكي، ولو انتي موظفة هتعملي في ثواني. فدي كفتة فراخ، فاعملي كده وعيني في الفريزر وهتدخليهم متجمدين في الفريزر، هتبقى حلوة قوي. بكده بقى الفيديو بتاعي النهاردة خلص. ما تنسينيش في اللايك والشير.